مساء الخير. أبو إياس حكى نقاط يعني تنم عن عين صيادي. لقط مفاصل كثير كنت بدي أحكي فيها، ومن حسن حظكم إنه اختصر كلامي كثير، لأنه حكى كل ثلاث أرباع الأشياء اللي بدي أحكيها. بشكل مختصر ما زلنا أسيري الإيديولوجيا، يعني أسيري الفكر والنهج السياسي. لما العمل الفني أيا كان بيطلع من بيئة ما حرة بمعنى كلمة حرية، حتما بده يكون ما حر. فمهما اختلفنا على توصيف العلاقة تبعت الحب أو على الفيلم، طالما طالع من هاي البيئة فراح يكون فيه إشكاليات يعني بالموروث تبعه. لا خلي يكون عكس خلي يكون عكس تماما. ايه بيكون العكس. هذا لما بيكون في جرأة او بيكون في مغامرة او بيكون في تضحية من صاحب العمل ليكسر الروتين او ليخرج عن النهج. في تاريخ ثقافي الأمي قبل الحالة لقد ينتج عنه افلام رائعة جدا لا تعكس الحالة الأمنية والحالة الاجتماعية الموجودة. للأسف نحن بسوريا كرسنا هذا النهج. المهم هلا مثل ما قال ابو اياس انه يعني يهودي هي يهوديه وحبيبه مسيحي والمحيط سني وراحت على الدير، ولو بامكانه محمد عبد العزيز يحط دير الزور ودرعا والسويدر لكان حطهم كمان، لانه ما مناطق سياحيه يعني الشغله سلطه او مخلوطه، يعني ما بصير هالكلام هذا. انا برايي فيه عدم احترام للمشاهد السوري. يعني نحن ما عم نلمم التراث السوري لنحطه بفيلم، ولا مثل ما قال ابو اياس عم نروج لعمل سياحي ما ترك مكان بدمشق. يعني شو هالمصادفه؟ يعني بتحب واحد قاعد تدور عليه ما تركت مكان بدمشق ما راحت عليه. عرفت؟ وغير هيك النقطه الاخيره انه اي علاقه حب يعني جمالها هو بالتفاعل بين الطرفين وبانه المخرج يخلي المشاهدين يشوفوا كل شخص كيف عم يعيش الحاله. لاحظنا انه هي كل الوقت كان التركيز عليها بس الحبيب تبعها غائب. يعني انا كنت بتمنى اشوف حبيبه له مشهد عم يبكي مثلا ولو لقطه واحده، يعني لنشوف مدى التفاعل بين الطرفين. اجى باخر الفيلم ظهر فقط للحظات. نرجع بنقول ما زلنا اسيرين النهج السياسي، والفيلم والسينما السوريه رح تبقى بهالفلك هذا لتتحرر تماما. يعطيكم العافيه.